طيب ده الفسيخ والرنجه اللي انتوا عارفينهم، بس انا بقى اقول لكم على المكان مستخبي لسه فاتح الجديد بيعمل اختراعات في الفسيخ والرنجه بشكل غير منطقي تماما. يعني ده الشيف محمود، راجل شارب صنعه الفسيخ من جد جده، عامل بوكسات سندوتشات فسيخ ورنجه بتبدا من 160 جنيه بس. التويستايه بقى انها محشيه فسيخ ورنجه مطبوخين، بطارخ، بانيه، اي حاجه بتتملح عموما هو اخترع لها اكله تنفع كل الاذواق. كان عنده بوكس عباره عن سندوتشات بايتس فسيخ ورنجه وملوحه وسردين وبطارخ مع باكت بطاطس ب 220 جنيه. حاجه نضيفه قوي، مش حاسس بطعم زفاره نهائي. بس انا اصلا ما كنتش رايح لدول، انا كنت رايح لبوكسات الاختراعات. فانت عندك بوكس هنسميه السلطات ب 180 جنيه، عباره عن 5 سندوتشات سلطات مختلفه، فسيخ وملوحه وسردين مع رنجه وبطارخ ونفس باكت البطاطس. وده بقى اللي لمس قلبي بجد. بص، هي العضه كلها متناغمه مع بعضها. السلطه التيست بتاعها حلو جدا، سندوتش خطير كبدايه. انا عاجبني قوي الكونسيبت بتاع السندوتشات الصغيره ده، يعني هو اصلا بوكس بسعر حلو قوي، انت هتبقى دقت كل حاجه انت نفسك فيها ومش هتدفع كتير، فدي حاجه ممتعه. وده بقى بوكس الاختراعات، يعني هنا بقى في حاجات مطبوخه مع بني ادم. سعر البوكس 160 جنيه، وده اللي هيناسب كل الاذواق لدرجه انك ممكن تفطر بيه في رمضان. فالتجربه الصراحه كمجمل تاخد 10 من 10 وكاختراعات تاخد 15. وعامه يعني المكان ده اسمه فسخاني بايتس، هتلاقيه واخد فايبس مطاعم السوشي بس بيبيع فسيخ ورنجة عادي بالوزن مع السندوتشات، مع قعده رايقه. والدور اللي فوق فيه ترابيزات عاديه للعائلات. وعامه يعني مكانه سهل جدا في العجوزه في شارع عبد المنعم رياض، جوه فندق جول على طول. غير كده بقى فهم عندهم سندوتشات الراب بس محشيه رنجه بس البانيه، وده كده شكل الحشو اللي في القلب. مبسوط قوي.